سلام الله عليكم مشاهدين ديالنا الكرام، تحيه للمتتبعين ديالنا اللي كيتابعونا من داخل المغرب والجاليه المغربيه المتواجده عبر بقاع العالم. شكرا لكم على التعليقات، شكرا لكم على التشجيعات وعلى الكلام اللي قلتوه في حقنا سابقا بخصوص التطرق ديالنا لموضوع الشرطي الذي تم العثور عليه مقتول وجثه متفحمه داخل واحد القادوس بمنطقه ولاد حريز حد السوالم، منطقة البيضاء منطقة الدار البيضاء برشيد. ففي آخر المعطيات والمستجدات التي توصلنا بها، الأمر يتعلق باعتقال مشتبه فيها، اعتقال فتاة على خلفية إنهاء حياة بوليسي داخل قادوس. إذن القضية كبيرة الخوت، قضية ما غاديش تسالي في أسطر أو في بضع دقائق. فالقضية اهتز لها المغاربة، اهتز لها الرأي العام، الكل من المتتبعين ديالنا في هذه القضية هذه ينددون بهذه الجريمة هذه. هذه الجريمة هذه راه ماشي جريمة عادية، هي كاع الجرائم ماشي عادية، ولكن جريمة بشعة بكل المقاييس. باش انت تخطف بوليسي بالفردي ديالو والسلاح ديالو وتديه وتقتلو وتقرضو وتحرقو وتقطعو طراف وتسرق ليه الطوموبيل ديالو وتديلو الفردي ديالو، فصدقوني اخواني اخواتي على ان الامر سوف يتفجر وسوف يبين لنا عصابه اجراميه في هذه القضيه. هذه ليست بفعل فاعل، ليست بفعل فاعل، وانما القضيه ديال اعتقال فتاه على ضوء هذه الخلفيه ربما هي تكون من بين المؤشرات الاولى لكشف وفك لغز الجريمه. فنقرا لكم على المقال اللي توصلت به. كيقول: كثفت المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها واختصاصاتها الأبحاث والتحقيقات المختلف. المصالح الأمنية فيها بوليس، فيها استعلامات، فيها مخابرات، فيها جدارمية، كنقصد لكم كل شيء. إذا كثفت المصالح الأمنية بجميع مختلف ألوانها اختصاصات والأبحاث القضائية والتحقيقات حول وفاة شرطي المرور الذي عثر عليه جثة هامدة يوم أمس الخميس، محروق، مقطع، مضروب، يعني واحد الحالة يرثى لها في واحد القادوس أو في قناة ديال الصرف الصحي بواحد الدوار كيتسمى دوار الخضارة، اللي هو تابع لجماعة الساحل ولاد حريز، تابعا ترابيا لنفوذ إقليم برشيد، حيث تم اعتقال فتاة يشتبه في علاقتها بالجريمة. إذن اعتقال فتاة يشتبه في ارتباطها بهذه الجريمة. مصادر إعلامية أكدت وكشفت على أن التحقيقات الأولية اللي باشرتها الشرطة القضائية ديال الدار البيضاء أدت وقادت إلى اعتقال فتاة يشتبه في وجود علاقة لها بالجريمة، حيث من المحتمل أن تشكل أولى الخيوط التي تفك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني. كيف قلت لكم سابقا إن هذه الفتاة هذه ممكن أنها تكون هي بداية لفك لغز هذه الجريمة هذه اللي حيرات المغاربة وأدهشت المغاربة وهزت المغاربة وحيرات الأجهزة الأمنية، ولكن ما غاديش تدوخها إن شاء الله، حيث حنا عندنا ثقة في المحققين والتحقيقات والأبحاث اللي كيقوموا بها سواء مفتشي وضباط الشرطة القضائية ولا حتى في التحقيقات يعني القضائية. فهذه الأجهزة الأمنية استعانت في التحقيق بالكلاب البوليسية المدربة في تمشيط مسرح الجريمة. جابوا الكلاب البوليسية، بداو كيقلبوا كيفتشوا في ذاك الربيع في ذاك، فلقاو مجموعة من الأمور، وتم توسيع دائرة البحث لتمتد إلى الحقول المجاورة بدوار الخضارة، إضافة إلى نصب سدود قضائية وفق خطة جرى التنسيق لإعدادها قصد الوصول إلى مشتبه فيهم بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. إذن المصالح الأمنية جابوا الكلاب، بداو كيفتشوا كيقلبوا كيشمشموا باش يلقاو شي حاجه، فلقاو صدريه ولقاو النضادر ولقاو المينوط ولقاو الكاميرا، ووسعوا النطاق ديال البحث ديالهم حتى في الدواوير المجاوره في هذا الدوار ديال دوار الخضاره. كذلك تم يعني نشر وضع بمفهوم اخر وضع